البرطمان ده هو شخصك وشخصي. ايه القيمه لو بطلت تعمل انجازات او شكلك يتغير؟ الناس هتفضل تحبك، الناس مش هتفتكرك اصلا. مين هو الانسان اللي يا بخته؟ ده السؤال اللي احنا هنحاول نجاوب عليه النهارده، وده واحد من ضمن الاسئله اللي دالاس ويلر طرحها وقال ان دي اهم اسئله في الحياه محتاجين ان يكون عندنا ليها اجابات عشان خاطر يكون عندنا نظره صحيحه للواقع ويكون عندنا منظومه فكريه نبني عليها قرارات. عاده السؤال ده مرتبط قوي بالقيمه. مين هو الشخص من وجهه نظرك حسب المنظومه الفكريه اللي انت بتتبناها اللي ليه قيمه؟ مين هو الشخص اللي يا بخته؟ هل الشخص اللي بيملك حاجة معينة زي فلوس معينة، زي عربية معينة، ولا الشخص اللي بينجز حاجة معينة فمعاه بالون دور، معاه شهادة معينة، ولا الشخص اللي واخد لايكات كتير وعنده علاقات كتير؟ الحقيقة عشان نفهم الفكرة دي محتاجين نقرأ الكتاب المقدس بطريقة واقعية وأدق شوية. هنيجي نرجع لأول صفحات الكتاب ونشوف إن الله لما خلق الإنسان خلقه على صورته كشبهه في علاقة وشراكة مع الله، بس بسبب السقوط حصل انفصال ما بين مملكة الله ومملكة الإنسان. خليني أعمل معاكم حاجة، فكرة بسيطة توصل الفكرة اللي أنا كنت لسه بتكلم عنها. البرطمان ده عبارة عن أنا وأنت. الله خلقنا في أحسن صورة في علاقة وشراكة معاه، فالطبيعي اللي يملى البرطمان ده هو شخص الله. هو ده الديزاين الأساسي، إن الله يبقى مالي حياتي. هنا هحس بالقيمة. إنك تحس بالقيمة دي حاجة مهمة جدا. روميا بيتكلم عن يطلبون المجد والكرامة والبقاء. حقك الشرعي إنك تطلب قيمة، يبقى ليك قيمة. وزي ما اتكلمنا قبل كده تعريف تيموثي كده للهوية، إنك يبقى تعرف ذاتك ويكون ليك قيمة. بس الفكرة إيه القيمة من وجهة نظرك؟ هي الحاجة اللي تستاهل، اللي تملى كيانك من جوه وبيها فعلا يكون ليك قيمة. لا فرضنا ان البرطمان ده هو شخصك وشخصي في علاقة حقيقية مع الله. قبل السقوط الله هو اللي مالي البرطمان، بس للأسف بعد السقوط وانفصال مملكة الله عن مملكة الإنسان أصبح البرطمان ده فاضي. أنت مش مصمم أبدا تبقى فاضي. بما إن الله طلع بره مشهد حياتك، أنت هتملى نفسك بأي اختيارات تانية. فتقول خليني أجرب الحاجة الساقعة. حاجة ساقعة في الحر تبقى منعشة جدا، هي دي الحاجة اللي لو أنا أخدتها هحس بقيمة وعطشي هيتروي. تملى نفسك بشوية حاجة ساقعة. بس اللي انت عارفه انه الحاجة الساقعة لما بتتساب مفتوحة فترة الصودا بتروح، بيبقى عبارة عن طعم وريحة ولون بس. لأن الحاجة الساقعة مش مصممة إن هي تشبع أعمق احتياجاتك وتحس بالقيمة. بعد ما تشوف الكوكا ويعدي سنين من عمرك فيها بتختبر، زي ما كنا بنتكلم عن سي اس لويس فكرة الخبرة، إنه الحاجة الساقعة مش مصممة إن هي تشبع أعمق احتياجاتك. فتقول خلاص أسيب الحاجة الساقعة واروح للعصير. ممكن العصير هو يبقى الحاجة اللي هتشبعني بجد وفيها هحس بالقيمة. فتحط العصير جوه كيانك على الكوكا. مين ده؟ ده أنا. شوية شوية بفضل أجرب شوية حاجات فيها بفتكر إن هي دي القيمة، إن لو أخدتها أنا كده وصلت لأحسن شكل ممكن من الهوية بتاعتي. فتقول خلاص خلينا في الحاجة اللي عارفها، المية. المية أي حد بيشربها صيف شتاء، ينفع تشربها وتتروي بيها. تجرب المية. ده أنا اللي جربت الحاجة الساقعة وجربت العصير، وتقول أكيد لما أشرب المية دي الحاجة اللي هتشبعني. وتفضل تملى نفسك بحاجات كتيرة مش هي الحاجة اللي المفروض مصممة إن هي تكون تشبعك. مش حاجة المفروض تشبعك، شخص هو المفروض يشبعك. بس للأسف البرطمان بيفضل يتملي لغاية ما يجيب آخره ويبتدي يفيض. إيه رأيكم في حاجة ساقعة على عصير على مية؟ وكل ما الوقت بيعدي وكل ما انت ما ادركتش انه الحد الوحيد اللي ينفع يملى اعمق احتياجاتك واعمق رغباتك هو الله،
انت بتملى نفسك بحاجات تانية، مش بس 3 اختيارات. وكل ما بتملى نفسك اكتر كل ما بتفيض، اسف اللفظ، بالعك اللي انت مليت نفسك بيه. مش كده بفتكر قوي فيلم فول الصين العظيم، لما محمد هنيدي وقع النجف على مامته، ومامته بقتش بتشوف كويس. وافتكر في مشهد من المشاهد مامته قاعده بترقص مع العوالم اللي حواليها، ومحمد هنيدي راجع من السفر كان عند جده، وهو راجع عمال ينده ماما يا ماما. ف مامته سمعت صوته عايزه تحضنه، بس لانها مش شايفه كويس سمع صوته، حاسه ان في اشاره واضحه قوي انه محيي موجود في البيت، بس بدل ما تجري على محيي جريت وحضنت واحده من العوالم اللي حواليها. دكتور ماهر صمويل عنده خدمه هشجعك تسمعها، اسمها تفسيرات كارثيه لاشارات داخليه. اشارات سليمه، سيجنالز حقيقيه تمام ان انت محتاج تحس بالقيمه، بس يا ترى بتفسر الاحتياج ده ازاي؟ هل بتفسره بقيمه حاجه تاخدها ماديه، فلوس، عربيه معينه، قيمه حاجه بتنجزها، شهاده معينه، شكل معين، قيمه بتاخدها بطريقه علاقات معينه او لايكات معينه؟ صوفيا لورين ممثله ايطاليه مشهوره قالت الجمله دي: حصلت على كل شيء لكن يوجد في حياتي فراغ يستحيل ملئه. بعد ما جربت وشافت وداقت كل اشاره حقيقيه ان هي محتاجه تحس بالقيمه، شكلها كويس، مشهوره، اكيد معاها فلوس كويسه، بس بعد كل ده لسه حاسه ان في حاجه ناقصه. مين اللي يا بخته من وجهه نظرك؟ دكتور ماهر صمويل بيعلق ويقول كالاتي: لو انت بتتعلق باشياء او باشخاص، انبهارنا بالاشياء ينتهي بامتلاكنا لهم. منين ما امتلكت الحاجه اللي انت هتموت عليها انبهارك بيها بيقل. فكر في اي جزمه كان نفسك تجيبها وجبتها. انا افتكر اول جزمه جبتها حوشت كتير قوي عشان اجيبها، ماركه كويسه، وبعد ما جبتها اول اسبوع كنت محافظ عليها قوي، بحطها في الشنطه بتاعتها، محدش بيجي جنبها، بخلي بالي قوي اول ما برجع من البيت انضفها. بعد اول اسبوع انبهاري بيها قل. بتعامل معاها ازاي؟ بقيت امسكها وارميها تحت الدولاب. مع الوقت بقيت اقلعها برجلي مش بايدي. ليه؟ لان انبهاري بالحاجه راحت. فكر في اي حاجه ماديه، انبهارنا بالاشياء ينتهي بامتلاكنا لهم، وانبهارنا بالاشخاص يتلاشى مع عمق معرفتنا بهم. كل ما عرفت الشخص اكتر، لان الشخص ده برضه في الاخر انسان، كل ما هو عيوبه هتظهر وحاجاته الكويسه هتظهر. خلاصه صوفيا لورين. سيس لويس بيجاوب مش على صوفيا لورين بس، بيجاوب عامه ويقول: اذا وجدت داخلي رغبه لا يمكن اشباعها، ليس فيما نملك، ليس فيما ننجز، ليس في العلاقات. فالتفسير الأقرب لعدم الإشباع بالطريقة دي هو إني خلقت لعالم آخر. أتاري الحاجة، مش الحاجة، الشخص اللي المفروض يملاني ويشبعني هو الله. هسيب معاكم آية وهسيب معاكم كوت نفسي أقوله، كبير شوية بس فرق معايا. دكتور ماهر بيستخدمه في خدماته، وكمان تيموثي كيلر استخدمه في كتاب اللي كتبه مقابلات شخصية مع يسوع. اقتباس من ديفيد فوستر واليس، ده شخص ملحد، بيقول كالآتي: الجميع يعبدون، مفيش حد ما بيعبدش، كله بيعبد حتى الملحد، والخيار الوحيد المتاح لنا يتعلق بما نعبده. الفكرة مش انت بتعبد ولا لا، الفكرة انت بتعبد ايه. لذا فإن السبب الحاسم الذي يجعلك تعبد إلها دون الآخر هو إن هناك من الآلهة الأخرى التي في وسعك أن تلتهمك حيا. الآلهة اللي انت بتعبدها بطريقة زي ما قلنا في أول حلقة خالص، بوعي أو بدون وعي، بسبب المنظومة الفكرية اللي اتبنت عندك إن الفلوس هي أهم حاجة، إن العلاقات هي أهم حاجة. الآلهة اللي انت بتعبدها وحاططها في مكان الآلهة هتلتهمك حيا. فإن كنت تعبد المال والأشياء، إن كنت تجد معنى حياتك في ذلك، فلن يغنيك شيئا ولن تشعر بتاتا بالاكتفاء. هتفضل دايما عايز أكتر، لأن الفلوس مش مصممة إن هي تشبعك. تلك هي الحقيقة. اعبد جسدك وجمالك، جاذبيتك الجنسية، ستجد انك تشعر دائما بانك قبيح. وعندما يحين الوقت وتزحف الشيخوخة عليك، ستموت مليون مرة قبل ان يدفنك احبائك. اعبد السلطة، فينتهي بك الامر وانت تشعر بالضعف والخوف، وتجد نفسك وانت محتاج الى المزيد من السلطة على الاخرين حتى تهدأ من مخاوفك. اعبد عقلك، واظهر في صورة الذكي،
فتنتهي بك الحال وأنت تشعر بأنك أحمق ومدعي في حالة تهديد مستمر بأن يكتشف الناس أنك مدعي. انتبهوا إلي إن خبث هذه الأشكال للعبادة لا يتعلق بكونها شريرة. فإنك تبقى معاك فلوس كتير دي مش حاجة وحشة، إنك يبقى عندك علاقات سليمة وصحية دي مش حاجة وحشة، إنك ترتبط دي حاجة كويسة قوي. بس اوعى تعمل زي فيلم الباشا تلميذ. البنت كانت واقفة قدام كريم عبد العزيز غادة عادل وبتقول له بسيوني أنا اديتك كل حاجة وفجأة أخدت مني كل حاجة. العلاقات لما تزيد عن حدها إن هي دي الحاجة اللي تشبع الشخص أصبحت شريرة، طبقا لكلام ديفيد فوستر واليس الملحد. إن خبث هذه الأشكال للعبادة لا يتعلق بكونها شريرة أو آثمة، فالخبث يكمن في أن العبادة هنا تحدث دون وعي، وهذه الأشكال من العبادة تجد طريقها إلى نفوسنا فطريا وتلقائيا. لا نفسي أركز عليه إنه الآلهة دي اللي أنت بتعبدها دون وعي ممكن تلتهمك حيا يضيع العمر وتوصل لمرحلة الهلاك. والهلاك في الكتاب المقدس مش معناه الهلاك الأبدي، الهلاك في الكتاب المقدس معناها ضياع النفس، الهوية المشتتة. يا ترى لو بطلت تعمل إنجازات أو شكلك يتغير الناس هتفضل تحبك؟ الناس هتفضل تقول عليك يا بختك؟ أعتقد الناس مش هتفتكرك أصلا لو شكلك اتغير، ولو الناس من منظورها الفكري والمنظومة اللي ماشية عليها بالنظرة الحياتية شايفة إنه أهم حاجة عندك شكلك. يوم ما شكلك يروح أو يتغير حب الناس ليك هيتغير. إذن شكلك، جسمك، علاقاتك، فيما تنجزه، فيما تملكه مش الحاجة اللي ينفع تبني عليها وتقول عليها يا بختي أنا عندي الحاجة دي، مع إن الحاجات دي في حد ذاتها حاجات كويسة. في إرميا الله بيقول لشعب الله كالآتي: لماذا تحسنين طريقك لتطلبي المحبة؟ بالسقوط افتقدنا القيمة، احنا انفصلنا عن الله اللي مالي حياتنا بالقيمة والمجد. ليه بتحاولي تمشي وتغيري الطريق بتاعك وتحسنيه عشان عايزة محبة ومجد وقيمة من الناس؟ يا ترى بنلبس أقنعة فيها بنبين للناس إنه إحنا ناس كويسة؟ الله قابلك زي ما أنت، بصرف النظر عن حالتك، بصرف النظر عن شكلك، بصرف النظر عن أنت أنجزت إيه وما أنجزتش إيه، بصرف النظر أنت معاك فلوس ولا مش معاك فلوس. الآية جاية مرعبة أكتر. هكذا قال الرب: ماذا وجد في آباءكم من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا بالسين وراء الباطل، مش وراء الباطل، وصاروا بالصاد باطلا. هم كمان أصبحوا، آسف اللفظ، ناس من غير لازمة. ليه؟ لأنه مشوا وراء الباطل، صاروا بالسين وراء الباطل، هم نفسهم صاروا بالصاد باطلا. نفس الكلام اللي يسوع قاله في متى 6: حيث يكون كنزك هناك يكون قلبك أيضا. الحاجة اللي انت شايف فيها قيمة، الحاجة اللي انت شايف فيها يا بخت الناس اللي عندها الحاجة دي، هي الحاجة اللي انت هتجري وراها. مش بس هتجري وراها، هتشوف كمان الناس بالطريقة والمنظومة الفكرية اللي انت حاططهم فيها. وبالتالي لو انت شايف انه الشخص اللي يا بخته هو معاه فلوس كتير، فانت الكنزك الحقيقي اللي انت بتدور عليه هو الفلوس. مش بس هتحب الفلوس، مش بس انت نفسك هتبقى شخص مادي، لكن هتقدر الناس وهتحب الناس طبقا للمنظومة الفكرية اللي عندك انه اهم حاجة هي الفلوس. فشخص لو معاه فلوس هتحبه وتقدره، وممكن ترتبط واحدة يبقى معاها فلوس كتير. واحدة مش معاها فلوس كتير، واحد مش معاه فلوس كتير، هتشوف ان هو اقل قيمة من الشخص اللي معاه فلوس، لانه المنظومة الفكرية بتقول لك الفلوس هي اهم حاجة وهو كنزك الحقيقي. هختم معاكم بالآية دي: لأننا لم ندخل العالم بشيء، وواضح أننا لا نقدر أن نخرج منه بشيء. الحاجة اللي أنت دخلت بيها العالم هي الحاجة اللي أنت هتخرج بيها. يا ترى دخلت بفلوس؟ دخلت بحاجة أنجزتها هنا على الأرض؟ دخلت بعلاقات عملتها على الأرض؟ الحقيقة لا. أنت داخل، كل اللي داخل بيه العالم لما اتولدت شخصيتك. يبقى الحاجة الوحيدة اللي أنت ينفع تكنز ليها حاجة مش على الأرض، حاجة في السماء. والحاجة الوحيدة اللي ينفع تكنزها في السماء هي شخصيتك. اشتغل على شخصيتك، حاول تتشبه بالمسيح. حاول زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت مش بس انك تعمل اعمال كويسة، لكن انك نفسك تكون انسان كويس، عندك قلب مختلف، قلب اتغير من المقابلة مع شخص رب يسوع، تقدر تعمل اعمال كويس. خليك حقيقي مع نفسك. جاوب على السؤال اللي دالاس ويلارد بيسأله: مين هو الانسان اللي يا بخته؟ خاف يكون عندك معتقدات سليمة في عقلك، عارف انه الانسان اللي يا بخته مش اللي معاه فلوس كتير، مش اللي بينجز انجازات كتيرة، لكن ممكن يكون عندك معتقدات سليمة في دماغك، بس الانتنشن بتاعك والسلوك بتاعك والاتجاه بتاعك ماشي ناحية
انك عايز يبقى عندك فلوس كتير، وعايز يبقى عندك علاقات كتير، وعايز تنجز انجازات كتيره فيها الناس تقف وتقول لك يا بختك وتسقف لك. نفسي تختبر قلبك، تختبر عقلك، والاتنين يبقوا ماشيين مع بعض. جاوب على السؤال بكل امانه، مين هو الانسان اللي يا بخته؟ اختم معاكم بالجمله اللي بتقول قيمتك مش فيما تملكه، مش فيما تنجزه، مش فيما تاخذه من علاقاتك، قيمتك فيما تكون، انك مخلوق على صوره الله. اشوفكم في الحلقه اللي جايه.